المزارع دلوقتي فاضية، أصل فيها دلوقتي الفراخ بتموت عشان في دلوقتي فيروس جديد منتشر. في شائعات دلوقتي بتقول إن في مرض قاتل بيضرب مزارع الفراخ في مصر، بس يا ترى إيه هي الحقيقة؟ هل هو فعلا في فيروس منتشر جديد؟ وهل هو فعلا الفيروس ده بيتنقل للإنسان زي ما كل صفحات دلوقتي السوشيال ميديا بتقول إن في فيروس قاتل، وإن الفيروس دوت بيقتل الفراخ طبعا، وإن الفيروس ده بينتشر كمان للإنسان، وإن إحنا ما ناكلش الفراخ لأن الفيروس ده هيفضل مستمر لمدة 3 شهور. أنا مش عارفة هو ليه الحقيقة 3 شهور، يعني ليه ما يبقاش 5، ليه ما يبقاش 6، مش عارفة، بس هي دي الشائعات المنتشرة واللي كل صفحات السوشيال ميديا دلوقتي بتقول إن في فيروس، وإن الفيروس بيتنقل للإنسان، وإن ده كمان فيروس جديد علينا داخل على كل مزارع الفراخ، وطبعًا ده بالتالي هيأثّر على أسعار الفراخ. ما هو كمان لمّا الفراخ تموت بنسبة كبيرة أوي منها 30% زي ما قالوا، يبقى بالتالي كمان أسعار الفراخ هترتفع. خلّينا بقى نعرف إيه حقيقة كل الكلام ده، وخلّينا نعرف الصح من الغلط، وهل هو فعلًا بيتنقل للإنسان والّا لأ، هل هو فيروس جديد والّا لأ، هل هو في فيروس أصلًا والّا لأ. خليكم معايا وتابعوني لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سمسمة من قناة الحياة أحلى مع سمسمة. خلونا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلي الأول على الحبيب المصطفى وندخل يالّا على الفيديو بتاعنا. في تقارير كتير وفي حاجات كتير شائعات دلوقتي منتشرة بتقول إن في نفوق عالي في بعض المحافظات أو في المزارع بنسبة 30% من الثروة الداجنة اللي موجودة في مصر، أو يعني الفراخ بتموت علشان في فيروس جديد. لكن الحقيقة طبعًا هي وزارة الزراعة نفت الكلام دوّة، ويا جماعة ده من بُق متخصصين، يعني الكلام مش كلامي طبعًا، لإن أنا مش دكتورة، لكن من كلام المتخصصين الدكاترة البيطريين والناس اللي عندها مزارع. هو فعلًا في فيروس دلوقتي منتشر، لكن ده عادي جدًا بيحصل في الوقت ده من السنة، اللي هو ما بين الصيف والشتا، أو يعني بمعنى أصح ما بين تغيير الفصول. بيبقى موجود فعلًا في فيروس اللي هو اسمه فيروس الIB. ده بينتشر انتشار كبير، وإن هو صعب إن هم عرفوا، يعني مش عارفين يتحكموا فيه بنسبة كبيرة. طبعًا مع قلة التهوية ومع ارتفاع درجات الحرارة، أنتم شايفين يعني الجو بيبقى عامل إزاي، فبيحصل فيه نفوق. لكن ده مش فيروس جديد، ده فيروس موجود كل سنة، التحصينات بتاعته موجودة والعلاج بتاعه موجود. يمكن يكون السنة دي في المزارع في نفوق عالي، لإن يعني أنا شُفت فيديوهات كتيرة الله أعلم بالحقيقة إن هي فعلًا في نفوق في المزارع. لكن أيًا كان الموجود، يعني أيًا كان نسبة النفوق في المزارع كبيرة أو مش كبيرة، فالفيروس ده يا جماعة لا ينتقل للإنسان، ده بكلام الدكاترة. يعني مش عايزين ننساق ورا بقى الشائعات ويقولوا بقى 3 شهور ما تاكلوش فراخ. طب ليه 3 شهور؟ يعني ليه ما تبقاش 5، ليه ما تبقاش 6؟ فحاجة غريبة يعني، فالمعلومات كلها غير مؤكدة، بجانب طبعًا إن إحنا عندنا يعني في مصر نفوا يعني الكلام ده، إن هو ما فيش حاجة، يعني مش وباء، وما فيش حاجة اسمها إن هو وباء وينتقل للإنسان. لأ، ده بييجي للفراخ فقط لا غير، يعني للفراخ فيروس هيبقى موجود في الفراخ بس، مش بينتقل للإنسان. طب هل الفراخ بقى آمنة إن إحنا ناكلها والّا لأ؟ طالما أنتم شايفين قدّامكم الفراخ، تروحوا محل الفراخ عشان تشتروا، بتلاقوا إن الفراخ قدّامكم صاحية، بتتذبح قدّامكم، خلاص كده بقت الفراخ زي الفل ما فيهاش فيها أي مشكلة. طب يعني فرضًا إن إحنا خدنا فراخ، لإن طبعًا هي الفراخ بتصاب بتموت، فيعني أنتم لو حد بقى ما عندوش ضمير وباع فراخ ميتة، طبعًا أنتم شايفين قدّامكم الفراخ صاحية وأنتم بتشتروها ومدبوحة وزي الفل. طب فرضًا يعني إن هي جات عندكم فراخ ميتة، فده بيبقى ليها علامات، وبتبقى الصدر بتاعها أزرق، أو الفراخ بتطلّع ريحة، لإن طبعًا كمان الجو حَر، فالفراخ الميتة بتبقى ريحتها مش حلوة، فكل ده هيبان يعني من الفرخة الصاحية من الفرخة الميتة، أو الفرخة الكويسة من الفرخة اللي مش كويسة. آآ كمان في حاجة تانية، لو يعني أنتم خدتوا فرخة مُصابة مثلًا بفيروس أو حاجة زي كده، فما فيش في أي مشكلة خالص في أكلها، طالما إن هي اتحطّت على درجة حرارة عالية. كل درجات الحرارة العالية دي بتقتل الفيروسات والبكتيريا، فبالتالي مش هيبقى في أي مشكلة تمامًا إن أنتم تاكلوها، حتى لو هي كانت مُصابة بأي فيروس. فاهمين إزاي؟ فخلاص يعني ده طبعًا زي ما قُلت لكم كده، ده من كلام الدكاترة مش كلامي، يعني ده كلام ناس متخصصة، إن الفراخ لمّا بتكون مصابة بأي فيروس وتتحط على درجات حرارة عالية، زي ما إحنا بنحطها مثلًا نسلقها، أو تتحط في مَيّة بتغلي، يعني درجة حرارة تعدّي ل74 درجة مئوية، وتبقى الفرخة يعني كاملة النضج، إنها خلاص كده استوت تمامًا، فدي كده بيقتل فيها أي فيروس، تتاكل بألف هنا وشفا، ما فيش فيه أي مشكلة خالص. الناس اللي بتربي في البيوت طبعًا ما تخافوش، لإن أنتم
يعني بتربّوا في البيت ما فيش فيه أي مشكلة خالص وأنتم عندكم حاجتكم وعارفين إن الفراخ بتاعتكم سليمة وإن ما فيش فيها أي مشكلة. وعلى فكرة الفيروس اللي هو الIB دوّة أو يعني اللي هي الفترة اللي ما بين الصيف والشتا اللي هي ما بين تغيير الفصول دي، كانت بتيجي زمان في البيوت واسمها الشوطة، ولحد دلوقتي بتيجي كده فجأةً تلاقي حد جاية له الفِرّة أو الشوطة زي ما بيسموها، والشوطة بتيجي تاخد كذا فراخ لإنها بتبقى مثلًا متربية على السطح وبتبقى عُرضة أكتر يعني للفيروسات مش في مكان مقفول. فالهوا يعني منتشر فيه الفيروسات، فبتيجي شوطة تروح واخدة مثلًا كمية معيّنة كده أو كمية كبيرة كده من الفراخ، فالحكاية دي معروفة من زمان مش حاجة جديدة وفيروس ووباء والإشاعات اللي طالعة دي، فإحنا طبعًا يعني الناس بلاش تصدّق بقى كل حاجة من الإشاعات اللي بتطلع، أنتم عارفين دلوقتي السوشيال ميديا يعني، فيعني نتيقّن ونسمع كده الأخبار ونسمع كلام المتخصصين ونسمع كلام الدكاترة، ونشوف الدكاترة بتقول إيه، وبألف هنا وشفا ما تقلقوش من أي حاجة خالص. يعني الناس اللي هي كانت قلقانة، أهم حاجة إن أنتم بس تشيّروا الفيديو ده مع كل الناس اللي مهتمة بالنوع ده من الفيديوهات، أو يعني الناس اللي كانت قلقانة أو مصابة بالهلع، إن يا جماعة لأ ما فيش حاجة إن شاء الله، يعني ده حاجة طبيعية بتحصل على طول موضوع الفيروس دوّة، موضوع فيروس مش جديد، وهو منتشر من زمان وفي نفس الوقت هو لا يصيب الإنسان، يعني مش اختلاطكم بالفراخ المريضة هتصيب الإنسان، لأ هو مش بينتقل للإنسان تمامًا، الفراخ آمنة في أكلها، الفراخ الصاحية طبعًا، طالما إن هي اتعملت كويس واتحطّت على درجة حرارة عالية، يعني اتطبخت تمام ونضجت، يبقى كده ما فيش فيها أي مشكلة خالص. ده كلام الدكاترة البيطريين، إن ما فيش حاجة رسمية من الدولة بتقول إن في فيروس جديد، دي كلّها أمراض معروفة بتنشط في الحَر. وكمان سوء التهوية مثلًا، فهي الفيروسات دي بتتكرر كل سنة مع بداية الصيف، فمش عايزاكم تقلقوا خالص، ما فيش أي حاجة خالص إن شاء الله. كمان عايزة أقول لكم يعني أنتم ممكن بقى كمان يعني لو أنتم يعني في البيت وقلقانين وكده، ممكن طبعًا أهم حاجة إن يكون في تبريد زي ما قُلنا قبل كده في فيديوهات سابقة يعني، ويكون في تهوية كويسة، نبتدي نرفع مناعة إحنا، يعني إحنا ندّي رافع مناعة، في رافع مناعة كتير أوي، لو في أي حاجة ظهرت أو أي أعراض طبعًا تابعوا بقى طبعًا مع الطبيب البيطري، يعني لو في حاجات ظهرت عندكم، بس إن شاء الله مش هيبقى في أي حاجة. كمان بقى خلطة البصل، التوم، الليمون، الجنزبيل لمّا نحطّهم على العلف، في حاجات كتيرة من الأعشاب دي عامل لكم بقى فيديو ليها مخصوص عشان ما نطوّلش يعني في الفيديو أوي، الحاجات دي كلّها بترفع المناعة. يعني الموضوع ما تقلقوش خالص، وكمان أكيد يعني وزارة الزراعة لو في أي حاجة أكيد هتبلّغ الناس يعني وهتدّينا يعني تحذيرات، لكن الموضوع إلى الآن يعني مطمئن ودي كلّها إشاعات، ما فيش أي حاجة خالص، ولو تابعتوا دكاترة بيطريين كتير هيقولوا لكم ما فيش أي مشكلة تمامًا. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظكم، وربنا يحفظ طيوركم إن شاء الله من كل مرض. ما تنسوش بقى like share كتير أوي، يعني حاولوا ترفعوا الفيديو ده بالshare يا جماعة عشان الناس ما تقلقش، لإن زي ما قُلت لكم في هلع جامد أوي بسبب الموضوع ده. أشوفكم على خير إن شاء الله، رأيكم بقى يهمني برضه في التعليقات، أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.